صباح الورد يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ فيديو النهارده استكمالا لحلويات ونواعم العيد باذن الله يعجبكم. عاملين السابليه بطريقه سهله جدا بدون اي تعقيدات ولا اي امكانيات، يعني مش هتحتاجي حتى المضرب يدوي، حتى ايدك مش هتضربي بيها. جربي وكملي الفيديو للاخر باذن الله. الوصفه سهله جدا، هتعمليها في 5 دقايق وهتوصلي لافضل نتيجه. يلا بينا. اللهم اني وكلتك امري فكن لي خير وكيل، ودبر لي أمري فإني لا أحسن التدبير. بسم الله الرحمن الرحيم. المكونات معانا برضو بسيطة جدا. معانا نص كيلو من الزبدة، ومعانا 250 جرام من السكر البودر، ضروري نكون طحنينه ناعم جدا جدا جدا. وهنبدأ ننخله عشان ما يبقاش فيه أي تكتلات معانا في الوصفة، خصوصا إن الوصفة دي أنا مش هستخدم فيها المضرب. كملي معايا وهتفهمي إن احنا ضروري تنخليه. هنا تقدري تقللي، تاخدي نص الكمية اللي أنا عاملاها. تمام، يعني تضربي المكونات على 2، فتقللي الكمية عن النص الكمية اللي أنا عاملاها، وتقدري تضعفيها برضو براحتك. الكمية اللي معايا عملت لي حبة كويسين، تقدري تقللي الكمية للنص. نزلنا كمان بالدقيق 750 جرام، يبقى معانا نص كيلو من الزبدة، 250 جرام من السكر الناعم المطحون جدا جدا المنخول، عليه 750 جرام من الدقيق المتعدد الاستخدامات، رشة من الملح. قلبنا المكونات على بعضيها، مش طالبين ان احنا نحط مكون قبل مكون او نضرب السكر مع الزبدة ولا اي حاجة خالص. احنا مطلوب مننا نحط المكونات براحتك بمنتهى السهولة، اي مكون على التاني، الثلاث مكونات على بعض، وهتبدأي تفرميهم كده او تلميهم كده بصوابع ايدك، يتلم فقط، وكده خلصتي عجينة السابليه الناعمة الطرية الجميلة المضمونة النجاح 100% بمنتهى السهولة. هنركنها في التلاجة ترتاح كده ربع ساعة تتماسك علشان نقدر نشكلها. هنخرج قطعة على قد اللي احنا هنعمله، وندخل الباقي التلاجة عشان يفضل متماسك ويبقى سهل معانا في التشكيل. فردناها تبقى متساوية، ما يبقاش في حتة طالعة وحتة نازلة، تبقى كلها سوا واحد. بدأنا نستخدم الأشكال اللي عندنا. الأشكال دي موجودة عند أي مستلزمات حلواني، وممكن تستخدمي على فكرة لو غطا إزازة، لو البوز بتاع البطرمان، حاجات كتيرة. يعني دوري في المطبخ على أي حاجة. لو البلبلة اللي معاكي في كيس الحلواني تقدري تقطعي بيها دواير، مش بالناحية طبعا اللي فيها الشكل، بالناحية التانية تقدري تقطعي، بتبقى برضو جميلة جدا، شبه القطاعة بالظبط. هنا بنطلع قطعة العجين دي، كنت أنا لسه ما حطيتهاش في التلاجة، اشتغلت بيها على طول، فهتلاقوها ناعمة قوي وطرية وأنا بطلعها. حاولي تخلي العجينة ترتاح كويس علشان تشكل معاكي بسهولة وتقدري تشيليها بمنتهى السهولة. كده هنستخدم بقى كذا شكل زي ما قلت كده. استخدمي الأشكال المتاحة ليكي، ما توقفيش نفسك على أي شكل، حتى لو طلعوا كلهم دواير تحفة، بنزينها وبنخلي شكلها حلو في الأول وفي الآخر، وبتطلع تحفة جدا جدا. المهم إن الوصفة سهلة جدا مضمونة، عايزاكي تجربيها وانتي قلبك جامد جدا جدا. مجربة، بعملها كل سنة. سهلة جدا، مضمونة النجاح 100% يعني. وطبعا حلاوتها ان هي ما بتاخدش وقت خالص، وما بتاخدش منك مجهود، وما فيهاش اي امكانيات. هنا ده الشكل التاني. حاولي بقدر الامكان وانتي بتقطعي دايما القطاعه بتقطع لك القطعه جنب القطعه، علشان ما تكرريش الحركه كتير، ونقعد كل شويه نلم العجينه ونفردها. فعلى قد ما تقدري يعني استغلي العجينه اللي انتي فردتيها بقدر الامكان. كمان خدي بالك قوي من نقطة ان ما يبقاش في حتة طالعة وحتة نازلة، علشان السوا في الفرن. يعني دي مش عشان الشكل بس، السوا في الفرن هتلاقي قطعة استوت وقطعة اتحروقت لو رقيقة، فخلينا بقدر الامكان تبقى سوا واحد. تمام. دي الدايرة. بنقطعها كده دواير، وبنرجع تقدري تقطعيها كده مثلا ببوز البطرمان، وترجعي كمان بغطاء ازازة. تروحي عاملة بقى القطعة اللي في الوسط، يعني عملتي البطرمان وغطى الازازه الحته اللي في الوسط دي. تمام، بمنتهى السهوله. كمان القطعه اللي في الوسط اللي بنعملها ديت انا ما برميهاش، ما بلمهاش في العجينه، يعني انا بستخدمها وبحطها كقطعه صغيره كده، قطعه سابليه صغيره. في الطرط بقى برضو جميل وسهل على فكره، واسعار القطاعات دي والطرطات دي سهله، يعني سعرها حلو جدا وموجوده ومتوفره.
وإحنا بنملى العجينة جوّه السابليه بنفردها كويس أوي، ما نخلّيهاش سميكة ولا رقيّقة، ولا سميكة فتطلع ما تاخدش سِوَى كويس وتقِب منِّك، ولا رقيّقة أوي فتتكسّر منِّك لمّا تستوي وتطلع من الفرن، تمام؟ ولازم نخرّم الطرطات كده عشان ما تقِبِّش. فرننا يبقى سُخن كده على درجة حرارة متوسطة 180، وندخّله على الشبكة في الوسط نسيبه ما بياخدش على فكرة وقت خالص، يا دوبك ياخد لون من تحت كده وبنطلّعه. الحشوة بقى شوكولاتة غامقة، شوكولاتة بيضا، كراميل، نوتيلا، مربى، أي حاجة متوفرة عندِك بتحشيها، بتحطيها كده أنا حاطاها في كيس تلاجة عادي خالص، الشوكولاتة مسيحاها حاطاها في كيس تلاجة، عايزة بالمعلقة كده الشوكولاتة على طول مباشرةً ما فيش أي مشكلة، بس حركة الكيس بتوفّر معاكِ وبتسهّل عليكِ. القطعة اللي إحنا خرمناها دي بنحطها على المدوّرة وبنحشي في الوسط كده كراميل، وممكن تحطّي عليه شوكولاتة بقى على الوش وبعدين تزيّنيها كده بشوكولاتة بيضا، أو يعني دايمًا الأشكال ابدعي فيها زي ما أنتِ شايفة، وعلى حسب إمكانياتِك ما فيش أي مشكلة. وممكن بعد ما تحطّي الكراميل والشوكولاتة تحطّي كده قطعة من الجوز اللي هو عين الجمل، بتدّي شكل جميل أوي بس ما كانتش متوفرة عندي. الشكل ده جميل جدًا برضه، بنحط الشكل كده على الحتّة العريضة الشوكولاتة والتانية عليها، بتبقى عاملة زي الجناح كده، جميلة أوي، أوي في التشكيل، هتشوفوها في الآخر شكلها تحفة. هو ده السابليه بتاعنا بمنتهى السهولة، الحشوات بتاعتِك على حسب إمكانياتِك، زي ما قُلنا مربى، كراميل، شوكولاتة، نوتيلا، أي حاجة عندِك، تمام؟ حطينا كده في التارت بتاعنا شوية من ال كراميل آسفة، على فكرة أنا عاملة فيديو للكراميل، فيديو مضمون 100%، هتطلّعي الكراميل بمنتهى السهولة جدًا، جدًا، وبإتقان عالي جدًا، جدًا، وهيبقى متوفّر عندِك. دايمًا الكراميل وإحنا بنحشيه في التارت نحط عليه طبقة من الشوكولاتة تمسكه علشان الكراميل بيسيح طبعًا لو فضل التارت برّه التلاجة. بنعمل أشكال عشوائية، بُصّي أنا مستخدمة المعلقة إمكانيات بسيطة جدًا، مش مستخدمة خالص إقماع ولا أي حاجة، هنا شكّلنا الأشكال زي ما أنتم شايفين كده جميلة جدًا، الفيديو جميل وسهل يا ريت تطبّقيه هيعجبِك جدًا، الfinish تحفة، تحفة، الحاجات دي غالية جدًا يا جماعة بفلوس عالية أوي، وفّريها في البيت لولادِك. لو وصلتِ معايا لغاية هنا والفيديو عجبِك واستفدتِ بأي معلومة ولو بسيطة، يا ريت تعملي لي comment ولايك بإيدِك الكريمة واشتراك تشرفيني بيه في القناة، يا رب تعجبِك، أتمنى لكم حياة سعيدة، كل سنة وأنتم